وها أنا اليوم أكثر صلابة ونضجا، ما عدت أنكسر بسهولة، ما عاد يعنيني إرضاء الآخرين. تعلمت، كبرت وفهمت أن لا أكرر نفس الأخطاء القديمة، وأن العقرب الذي لدغني مرة لن يتحول أبدا إلى حمامة سلام. ومن يحكم علي من الخارج حتما لا يعرف حجم الخراب الذي مررت به، فدروس الحياة لا نتعلمها إلا بعد أن ندفع الثمن، وأنا دفعت الكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجع لكم بفيديو جديد. تعالوا كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اتمنى لو انتي بتتفرجي عليا او لسه ما اشتركتيش في القناة، اتمنى طبعا ان انتي تشتركي في القناة وتفرحيني كده وتكبري عيلتنا وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو ده ان شاء الله عجبك يعني تعملي لايك للفيديو. اول حاجة كده بدأت انا اليوم ده، كنت عند ماما وقلت بقى ايه، قلت لها انا اللي هعمل الغدا النهارده. اتفاجئت كده ولقيتها بتقول ان هي تعمل يعني قلقاس. فقلقاس ايه يا ماما؟ انا ما عملتش قلقاس قبل كده، انا اصلا زوجي ما بيحبش القلقاس فما عملتوش قبل كده. بس قلت لا انا هتحدى نفسي وهجرب كده اعمله ونشوف بقى. طبعا لما يكون كذا حد هياكل من الاكل ويقولك رأيه، فقلت لا انا هتحدى نفسي واعمله. اول حاجة كده بدأت فيها زي ما احنا شوفنا يعني، عملت البوتاجاز عشان بس احط مية كده ابدأ بيها. يعني اليوم ده كان بابا صايم، فقلت يعني عشان انجز وانا بادئه الساعة 2، فعشان انجز واللحمة بتاخد يعني وقت، فحطيت مية ايه اغليها يعني عشان اسلق اللحمة. ودخلت كده قلت اغسل مواعين الفطار، وكان في كده حلة اختي يعني حطاها كده في الحوض. يعني هي كانت غاسله المواعين كلها، بس كان في ايه حله كده سايباها عشان بس كان فيها رز وكده. فالمهم قلت بقى اغسل مواعين الفطار واغسل كده المواعين بحيث ان يعني تبقى الدنيا فاضيه حواليا بعد كده وانا بعمل الاكل، المواعين ما تتراكمش. واثناء برضو وانا بعمل الاكل هفضل برضو اي حاجه استخدمها اغسل بقى المواعين، عشان يعني في اخر يعني وقت وانا خارجه من المطبخ الاقي بقى ايه هي مواعين بس اللي احنا هناكل فيها التوقيت ده، فاهمين؟ فالمهم كده غسلت المواعين خلاص اللي كانت موجودة، وبدأت كده اصبن الرخامة. عشان انا الصراحة من بحب اشتغل او لما اقف في المطبخ تكون الدنيا كلها حواليا رايقة. ما بحبش ان انا ادخل اعمل الاكل ويكون في مواعين ويكون في الرخامات مثلا مليانة حاجة، فلا. يعني بحب ان انا ايه الدنيا تكون رايقه حواليا، وبحب اخرج من المطبخ والدنيا تكون رايقه. بس طبعا يعني لو الميه متوفره، يعني انا مش هجلد نفسي يا جماعه ولا انت تجلدي نفسك. لو انت برضو مثلا تكوني بتعملي الاكل ومستعجله وراكي حاجه تانية بتعمليها، في اطفال في مش عارفه ايه، مش شرط برضو تغسلي، انت في الاخر هتغسليها بعد اخر اليوم مش عارفه ايه، على حسب كل واحد وارتياحه. بس يعني انا بقول لكم الطريقة دي بتكون الصراحة احسن. انت بتخرجي من المطبخ ومفيش مواعين. المهم بعد ما خلصت كده قلت اشوح كده، حطيت زبدة وشوية زيت وقلت اشوح اللحمة ما كانتش فكة، بس الصراحة كنت مستعجلة ما سبتهاش بقى تفك، قلت خلاص بقى هي هتفك اثناء السلق. المهم حطيت كده شوحتها وحطيت ورق لورا وحبهان، وكانت في اللي هي ايه تاني بهارات اللحمه. وشوحت كده اللحمه شويه وبعد كده حطيت لها بقى الميه اللي انا كنت سلقاها، وكان في طبعا ريم ابيض ده بحب ان انا طبعا لازم اشيله كده. ودخلت بقى على السلق زي ما احنا شايفين كده، مقطعاه واخداه هو بس مش واخده العيدان بتاعته او السيقان بتاعته. وكذلك خدت دي كزبره وضربتهم هما الاتنين كده في الخلاط. انا على فكره طبعا قبل ما اعمل يا جماعه انا سالت ماما بتعمليه ازاي، وسالت اختي ودخلت على فيديوهات اتفرج. والصراحه اكتر يعني باخد من كل واحد واشوف الطريقه اللي تريحني وهعملها بيها، فدي طريقه ريحتني. فالمهم ان انا بشوف يعني لو اكله جديده لسه اول مره اعملها بحب ان انا اسمع برضو النصايح حواليا واعمل اللي يريحني او اللي انا شايفاه هو ده هيبقى حلو. المهم كده بعد ما ضربتهم في الخلاط وحطيت طبعا كوبايه ميه معاهم بس عشان يتضربوا،
صفيت كده السلق والكزبره دول صفيتهم، وهحتاج بقى الميه دي. تمام. هحتاج الميه كده، سبتها على جنب وهحتاجها. المهم برضو دخلت كده على المواعين اغسل الخلاط، عشان ماما طبعا كانت بتقولي اهم حاجه تغسلي الخلاط يا شيماء، اهم حاجه ما تسيبهوش. قلت لها طب انا كده كده هغسله. المهم غسلت بقى الخلاط، وغسلت برضو دي كانت تقريبا الحله اللي انا كنت بسلق، كنت حاطه فيها ميه يعني تغلي للحمه. وبرضو بغسل برضو المواعين اللي كانت اي حاجه بستخدمها، فاهمين. وبعد كده دخلت برضو قلت عشان احط القلقاس. حطيت بقى القلقاس في الشوربه، خدت كده من الشوربه وحطيت فيها القلقاس، واسيبها بقى تغلي، او يعني يكون القلقاس 3/4 سوا. ودخلت بقى اعمل السلقه. حطيت كده زبده على زيت، وحطيت توم، يعني التوم بس بيض شويه، فاهمين، يعني يبقى واخد، مش ياخد اللون الذهبي، لا يبيض شويه. هنزل بالسلقه عليه وافضل اقلبه. طبعا انا مش جايبه طبعا التقليب كله، بس قلبته كتير الصراحه. ودلوقتي حطيت كده الميه اللي انا حطيتها على جنب، استخدمتها وحطيتها على القلقاس. بصوا بقى، اول ما بحط السلق والثوم يبدأ كده يصفر، هحط بعد كده الكزبرة، وافضل برضو اقلبها. طبعا لونها هيتغير، وبعد كده بقى احطها على القلقاس. بس من اول ما بتحطي المية بتاعه السلق ما تغطيش القلقاس خالص. تمام. انا طبعا بتكلم، اكيد كلكم عارفين بتعملوه ازاي، انا بقول لكم اول مره، بس اكيد برضو في ناس مثلا زي كده اول مره يعملوه، فانا بقول لكم برضو النصايح اللي انا اتعلمتها وفي اليوم ده وحبيت. والصراحه القلقاس طلع تحفه. كل الصراحه قال لي انت ازاي اول مره بتعمليه طالع جميل. فالمهم ان بعد ما بتحطي كده السلق ما بتغطوش. دلوقتي عادي بقى بعمل رز وشعريه عادي، وسبت بقى الحاجة تستوي كده مع نفسها. الرز واللحمة احنا بنحبها مهرية شوية، فكنت برضو لسه حطاها على النار، بس القلقاس كان خلاص استوى. دخلت بقى ألملم كده الدنيا حواليا، وبغسل المواعين وافضي الدنيا، بحيث بقى ان انا كنت هخرج اليوم ده. انا مش هغسل مواعين بقى بعد الاكل، اختي بقى اللي تغسلها. انا قلت لها كده، اتفقت معاها على كده. انا كده خلاص عملت الاكل وغسلت المواعين اثناء ما كنت كده واقفه في المطبخ، وكنت هخرج مش هعمل حاجه تانية. عايزه اقول لكم كلمتين مهمين. لو انت بتمري في مواقف يعني في حياتك، يعني طالما بتعملي اي حاجه في حياتك مش غلط، ما بتغضبش ربنا. اهم حاجه ما تغضبش ربنا. ملكيش دعوه بكلام اي حد بقى، اي حد يعني. مش عايزه اقول طز، بس لا، يعني ما تاخديش بكلام حد. الناس كده كده هتتكلم، اللي حواليك هيتكلموا، فهم بيوقفوكي. بس طالما انت واثقه ان الحاجه بتعمليها صح، ما تقفيش، وكملي في حياتك، وكملي عشان توصلي للي انت عايزاه. محدش هيعجبه حالك. قد طبعا مامتك باباكي، بس محدش هيعجبه. فانت استمري في حياتك بدون النظر لاي حد، ما تبصيش تحت رجلك. تمام. ده القلقاس بقى شكله. اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.